للاسف حصل موقف مش لطيف خالص، بنته واعتذرت لي، فانا بعد اذنك اتفضلي معايا على المسرح. بعد اذنك اتفضلي معايا على المسرح، اتفضلي. هو موقف صغير وما يستاهلش، ولكن لا يليق بي انا كعبير الكاشف. فانا كان يشرفني جدا، يعني شرفني جدا جدا ان انا اقدمكم جميعا النهارده الا الاستاذه. انا اسفه ما شرفتنيش ابدا ان انا اقدمها. شكرا جدا ليكم. يعني هي بعد التعب ده كله هي المجنون بتاع كله اصلا، بس احنا لا هو كان معلش. طلعتي على المسرح وكسرتي بخاطرها وكسرتي قلبها وكسرتي فرحتها عشان كلمة هي قالتها، الله أعلم ليكي أو لغيرك، أو قالتها لك انتي واعتذرت لك، والمفروض انتي لو كنتش قابلة اعتذارها ما كنتش قبلتيه من الأساس، وكنتش قلت لها وش لوش، مش طالعة تكسري فرحتها قدام أهلها وأهلها تكسريهم قدام الناس كلها. معنى كده ان انتي على فكرة يشرفنا ان احنا نقدمها، ويشرفنا ان احنا نتعرف عليها لانها اجتهدت واتخرجت وخدت شهادة. مش معنى كده ان انت تكسري بخاطرها عشان هي غلطت فيكي، ايا كان غلطها، حتى لو هي غلطانة بس هي اعتذرت لك وانت قبلتي اعتذارها. ليه تطلعي فوق على المسرح تهينيها بالشكل ده، تقلي منها بالشكل ده، تكسري خاطرها بالشكل دوت؟